يخرب بيت ابو اللي جابوك يا زاد، خليه يرسمك انت. يا زاد خليها ترسمها ليه انت؟ ما حدش قال لك راسم حرام. يدك عنه. حدش قال لك راسم حرام. اهدى يا بكر، اهدى يا بكر. انت جبت من فين حرام دي يا بكر؟ تعال تعال. ما ينفعش كده يا شيخ صابر. طول النهار عاملين زي الديوك، ما بيتكلموش الا بالشتايم. في اكتر من 100 لقب للاب، تبتدي بالمركوب وتمر بكل اللي اتلبس في الرجل، واي مكان في جسم المرأة ممكن يبقى مادة للشتايم. شعب ثروة شتايمه ما تلاقيهاش عند شعب تاني، وما بيتكلموش الا بصوت عالي. بالرغم من انهم كانوا ماسكين في بعض، في ثانية نسيوا كل خلافاتهم وبيتوحدوا لما حد فيهم يتخانق مع غريب. وهي دي معجزتهم اللي هكلمك عنها بالتفصيل بعد كده. ما كنتش اعرف ان الراجل اللي ابتسم لي ده هو اللي هيقلب الدنيا. حامد ده مش زعيم من زعماء المصريين، حامد فلاح عادي خالص، لكن الامر بقى مختلف تماما. وكفايه انك تعرف ان القياده العليا للحمله اصدرت امر غير مكتوب بمنع الحديث عن حامد. لو حد من جنودنا جاب سيرته يوقع عليه العقاب. شرفتني حتى اشرب الحلبة. متشكر. وماله، الجايات كتير. هو مين ده يا اخوي؟ جدع الشراري ده حد مهم معاهم، يعني زي ما تقولي كده من اهل الراي اللي بيسمع لهم برضه. واخد بيتكم انتوا المماليك فيهم واحد يا رب قادر الكريم. يبتسموا لك في طيبه وسذاجه، وسهل جدا تحس خجلهم الفطري من الغريب، وده بيخلي اي غريب يستخف بيهم ويحس انه لو ضرب واحد فيهم على قفاه مش هيجرؤ انه يرفع عينيه فيه. بس اوعى تعملها يا روان. بونابرت وكليبر وبيلو حاولوا وندموا. واتش إت